السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة كويزين سيما. تنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم بأحسن الأحوال إن شاء الله. الاقتراح هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة على مجموعة من الوصفات أو الاقتراحات لتحضير الدجاج بطرق اللي هي مختلفة ومتنوعة. علاش لا هكا مرة نحاولوا نخرجوا من المعتاد ديالنا اللي كنحضروا يوميا أو بشكل يومي. فكنقترح لكم في هذا الفيديو وصفات اللي هما متنوعين باش تحضروا الدجاج بواحد تشرميلات هكا اللي عصريين وتشرميلات كذلك اللي غادي يكونوا تقليديين. كما كتعرفوا الا بغينا ناخذوا هاد الاشياء هذه كتقام علينا بثمن باهظ، فعلاش لا نحضروا هكا في البيوت ديالنا بثمن اللي كيكون اقتصادي اكثر، وكذلك تنحصلوا على حوايج هكا اللي زوينين بزاف وكنعرفوا اشنو حضرنا في البيوت ديالنا. فنخليكم مع الفيديو باش تعرفوا الطرق ديال التحضير ديال هاد الوصفات كاملين وفرجه ممتعه. ولتحضير هاد الوصفات غادي نحتاجو 4 ديال الدجاجات. اكيد الكميه كتبقى اختياريه على حسب عدد افراد الاسره. بالنسبه لي انا عندي هنا 4 ديال الدجاجات اللي غسلتهم مزيان بسكينجبير بالحامض والملحه، خليتهم واحد 4 ديال الساعات حتى رقدوا مزيان، ومن بعد كتنقيوهم اكيد من هذوك الشوائب اللي كيكونوا فيهم. كتقطعوا هكا الدجاج ديالكم، كتعزلوا الفخاد بوحدهم والصدور بوحدهم، وهاد الفوقاني ديال الدجاج حتى هو كذلك العناق وهذوك القشاوش والاجنحه هما كتعزلوهم بوحدهم. بالنسبه للحجم ديال كل دجاجه فمن الاحسن يكون 2 كيلو ونص حتى 2 كيلو و700 باش يعني كتلقاو هكا الهبره باش تقدروا تحضروا هاد الوصفات هادو، خصوصا الوصفات اللي كيحتاجوا هكا الكفته ديال الدجاج. فغادي نمروا هنا لاول وصفه اللي غادي نحضروه، وهي الدجاج بطريقه مغربيه او لا الدجاج اللي نقدروا نحضروه طاجين. عندي هنا واحد نص معلقه ديال السمن مع نص معلقه ديال الثومه محكوكه. غادي نضيف كذلك واحد 2 معالق كبار ونص ديال الربيع القزبور المعدنوس مطحونين. غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال عصير الحامض، الملحه، عندي هنا سكينجبير والخرقوم، وغادي نضيف الابزار بطبيعه الحال واحد 4 معالق صغيره، وعندي هنا 2 معالق صغار ديال زيت الزيتون اولا معلقه كبيره. كندير غير واحد شويه ديال الماء يكون بارد، غير شي شويه فقط صافي، وتنحرك هاد التشرميله كاملها. بالنسبه لي انا هنا بان لي بلي خاصني مازال نزيد الخرقوم من بعد زدتو. المهم نتوما كتحكموا هكا في التشرميله ديالكم فعلى حسب، يعني باش ما تزيدوا الدجاج باش ما كتزيدوا التشرميله وباش ما نقصتوا اكيد راه كتنقصوا حتى الكميه ديال الشرموله. كذلك زدت واحد شويه ديال المصير هكا حتى هو تيعطينا البنه في هذه التشرميله هذه. صافي وتناخذ هذوك القطع ديال الدجاج وتنشرملهم في هذه التشرميله هذه. بالنسبه لهاد الوصفه كما قلت لكم راه كنديروها طاجين هكا مع الخضره مقطعه صافي، وتنديروا شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت من الفوق وتنخليوه حتى كيطيب مع هذيك الخضيره، وتنقدموا وتنديروهم في هاد لي باكيت هكا ديال البلاستيك، وتنزيدوا فوق منهم هذيك التشرميله حتى هي من الفوق، وتنديروا ليهم السلوفان وتنحتفظوا بهم في الثلاجه اكيد او لا في المجمد الا كنتو غادي تستعملوهم بعد فتره طويله. هنا غادي نمروا لثاني وصفه. غادي نحتاجوا هنا واحد 2 معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، غادي نحتاجوا 2 معالق ديال الحامض، معلقه ديال الموطارد، عندي هنا الزعتر اكيد غادي نحكوه باش كيعطي ديك النكهه ديالو، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، عندي هنا الثومه. اكيد الملحه كتبقى على حسب الذوق، كما شفتوا معي انا الملحه كنديرها بيديا باش كنتحكم هكا في العبار ديالها. صافي من بعد كنخلطوا هاد الشرميله هادي وتنوضعوا فيها دوك القطع ديال الدجاج حتى هما كنشرملوهم بهاد الطريقه. من الاحسن الا بغيتو هكا تستعملوا يديكم فغادي يكون احسن، يعني باش كتدخلوا هذيك التشرميله مزيان في الدجاج ديالكم. صافي وتتفتفوهم هكا في هاد لي باكيت ديال البلاستيك. وهذا الشيء اللي كيبقى لكم ديال التشرميله فاكيد كتضيفوه هكا من فوق الدجاج ديالكم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه تجي الدجاج مشوي كتدخلوه للفران كيجي زوين بزاف، كترافقوها كذلك مع الرز اولا مع شي سلطه او بلا خضيره هكا اللي تكون طيبه حتى هي في الفران، اولا مع الخضره صوتي هكا في المقله مع شويه ديال الملحه والبزار والزيت حتى كتجي وصفه جد رائعه. هنا غادي نمروا للاقتراح الموالي. عندي هنا تحميره مع سكينجبير، الخرقوم والقزبور يابس، غادي نضيف كذلك الملحه وشويه ديال الكمون، غادي نضيف الثومه اللي تكون محكوكه، عندي هنا واحد 2 معالق ديال عصير الحامض. بالنسبه للتوابل كما قلت لكم راه نتوما كتحكموا فيهم على حسب الكميه اللي عندكم ديال الدجاج. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل وشويه ديال الزعتر اللي غادي نحكوه اكيد باش كيعطينا هذيك النسمه ديالو.
غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال القزبور المعدنوس مقطعين وتنخلط هاد التشرميله مزيان. بالنسبه لي انا هنا بان ليا خاصني واحد شويه ديال الياغورت الطبيعي فضفتو. كذلك تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء باش كتخفوا هذيك التشرميله ديالكم، ما كتجيكمش يعني قاصحه بزاف. صافي وتوضعوا فيها الفخيضات ديال الدجاج كما شفتوا معايا انا راه فلحتهم هكا بالسكين باش كتدخل هذيك التشرميله للقاع ديال الفخذ وكتجي عاطيه البنه ديالها اكثر. تنشرملهم بهذه الطريقه هذه وتنوضعوهم في هذا سميتو ديال البلاستيك، تنوضعوهم فيهم. انا عندي هنا كما شفتوا معايا 8 ديال الفخوضه، استعملت هذا الباكيت هذا شويه كبير. كذلك هاد الفخيطات كتدخلوهم الفران كيجيو بحال مشويين، كيجيو جد رائعين. تقدروا ترافقوهم مع لي بات اولا الروز اولا الخضره طايبه. كذلك تقدروا تحضروهم بحال ديروهم هكا مع مريقه، ديروا شويه ديال البصله هكا في واحد الكويميله وتضيفوهم وتسدوا عليهم تخليوهم حتى كيطيبوا مزيان، تيجيو شي حاجه اللي لذيذه بزاف. غنمروا هنا باش غادي نحضروا شاورما ديال الدجاج اللي غادي نحتاجوا ليها معلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، 2 معالق كبار ديال عسل الحامض، ضفت الثومه اكيد اللي غادي نحتاجوا منها واحد المعلقه صغيره، عندي هنا واحد 2 معالق كبار ديال صلصه ديال الصوجا، ومعلقه كبيره اولا معلقه صغيره تكون مملوءه ديال التوابل ديال الشاورما. وغنضيف هنا الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، واكيد ما غاديش في هذه التشرميله هذه ما غاديش تملحوا بزاف لان كما كتعرفوا الصلصه ديال الصوجا تتكون مالحه، فحاولوا تنقصوا شويه من الكميه ديال الملح. هنا كنضيف هذاك الدجاج اللي قطعته بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا شرائح اللي هي طويله، وتنضيفوه على هذيك الشرموله وكنخليه في هذا الباكيت هذا. كنخليها اكيد حتى كتشرب مزيان. الا كنتو غادي تستعملوها يعني على مده اللي طويله فراه كتخليوها مباشره هكا وتدخلوها للمجمد، والا كنتو غتستعملوها في نفس اليوم فراه كتخليوها حتى كتشرب تماما على الاقل واحد 3 ديال السوايع باش كتجيكم بنينه. دابا غادي نمروا باش غادي نحضروا واحد القطبان اللي كيجيو لذاذ بزاف. هنا احتاجيت واحد 2 معالق كبار ديال عسل الحامض مع الربيع المقطع، عندي معلقه كبيره ديال المطارد التحميره، ضفت القزبور يابس، غادي نضيف شويه ديال الهريسه اولا الفلفله حاره، غادي نضيف كذلك الخرقوم، وعندي هنا واحد 4 معالق صغيره ديال الكمون. غنضيف الملحه بطبيعه الحال كما كتلاحظوا معايا كتبقى على حسب الذوق. عندي واحد 4 معالق ديال الابزار وسكينجبير، عندي هنا ثومه محكوكه واحد المعلقه صغيره، وغادي نضيف هنا البودره ديال البصل، غادي نضيف واحد معلقه صغيره تكون عامره مزيان، وزيت الزيتون. بالنسبه للبودره ديال البصل فمن الاحسن انكم تستعملوها عوض البصله العاديه، لان البصله العاديه يستحسن اننا نجمدوها في المجمد فكتعطي واحد المذاق خايب مع مرور الوقت. الا كنتم مازال غادي تحضروهم في نفس اليوم فماشي مشكل، تقدروا تستعملوها يعني البصله مقطعه رقيقه، والا كنتوا غادي تستعملوها على مده طويله هاد الوصفه هذه فمن الاحسن تستعملوا البودره ديال البصل. هنا بعد ما شرملت هذيك القطع ديال الدجاج غادي نحتاج هنا هاد العويدات هادو اللي كيكونوا ديال الخشب، اكيد خليتهم من قبل مرقدين هكا في الماء باش ملي كندخلهم للفران ما كيتحرقوش ليا. وغادي نحتاجو كذلك الفلفله، تقدروا تستعملوا الالوان بثلاثه، تقدروا تستعملوا غير واحد اولا جوج، المهم على حسب المتوفر عندكم، فقط هكا غير باش كيجي المنظر ديال هذا القطبان زوين. تقدروا كذلك تخليوهم غير هكا بلا ما تضيفوا لا فلفله لا حتى شي حاجه، وتنعمروا القطبان ديالنا كاملين بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. حتى هما كندخلوهم الفران وكنرافقوهم مع شلاضه اولا الروز اولا لي بات، كيجيو اكيد لذاذ الا جربتوهم فغادي ينالوا الاعجاب ديالكم. غادي نمروا هنا الوصفه المواليه، عندي واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال سكينجبير، غادي نحتاج كذلك واحد ربع ملعقه صغيره ديال الابزار، عندي هنا الملحه بطبيعه الحال اللي كتبقى على حسب الذوق، غنحتاج واحد شويه ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه، معلقه صغيره ديال المطارد، غادي نضيف هنا واحد شويه ديال الهريسه تقريبا واحد المعلقه صغيره تكون عامره شويه، غادي نحتاج كذلك صلصه ديال الصوجا معلقه كبيره، وعندي هنا معلقه اولا 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق صغار وتقدروا تضيفوا حتى 3 ديال المعالق. صافي من بعد كنحرك هاد الشرموله مزيان وكنضيف هادوك الاجنحه ديال الدجاج. هاد الشرميله كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها. حتى هما هاد الاجنحه كنوضعوهم في الفرن حتى هما يعني بنفس الطريقه. تقدروا يعني كاع هاد الاشياء هادو اللي كيدخلوا للفران اكيد تقدروا يعني ترافقوهم بزاف ديال الاشياء بحال كما قلت لكم لي بات الروز الشلاضه، يعني كيجيو اكلات لي هكا خفاف وكيجيو لذاذ بزاف
وكيجيو ساهلين في الاستعمال ديالهم، في التحضير ديالهم اكيد. هنا غادي نمروا لهذوك القشيوجات اللي بقاو لينا ديال الدجاج، هذه الكنزه مع الكبده ديال الدجاج مع القلب مع هذوك العنيقات. غادي نقطعوهم كاملين بهذه الطريقه هذه، كنقطعوهم لقطع صغيره وغادي نحضروا بهم واحد الاكله اللي تتجي زوينه بزاف. بالنسبه لهاد العنيقات ديال الدجاج تقدروا حتى هما تحتفظوا بهم وتزيدوهم لي بات او لا تستعملوا لهم هاد الترميله هذه اللي تجي لذيذه بزاف. ديروها غير هكا في مقيله تشحروهم مع بصيله وتاكلوهم، راه تيجيو لذاذ بزاف. كما شفتوا معايا هنا ضفت لهم العصير ديال الحامض، عندي القزبور والمعدنوس، الثومه تقريبا واحد الملعقه صغيره. غادي نضيف الحامض المصير، انا ضفت البابه ديالو. غادي نضيف التحميره، عندي هنا القزبور يابس، وغادي نضيف كذلك الكمون، ما تكثرش منه، واحد 4 معالق صغيره، 4 معالق صغيره ديال الابزار. وغادي نضيف الملحه اللي كتبقى اختياريه او لا كتبقى على حسب الذوق ديالكم. عندي هنا البودره ديال البصل، واحد المعلقه صغيره تكون مملوءه، وعندي 2 معالق ديال زيت الزيتون، حتى هما غادي نضيفهم لهذا الخليط هذا. صافي تنحرك هادشي كامل. هاد التتبيله كتجي لذيذه بزاف، كتعطي واحد النكهه مغربيه رائعه. صافي حتى هما كنحطهم في هاد في هاد البلاطويات ديال البلاستيك وتنحتفظوا بهم. وغادي نمروا باش نحضروا واحد لي نوغيت صحيين تيجيو اكثر من رائعين. خديت انا صدر ديال الدجاج وطحنته، خديت 250 غرام اولا ربعه وطحنتها في الهاشوار وضفت ليها كما كتشوفوا معايا حبه صغيره ديال الكرعه وحبه صغيره ديال الخيزو، وكذلك الفلفله مقطعه مربعات. غادي نضيف الربيع، القزبر والمعدنوس مقطعين، عندي واحد المعلقه كبيره ديال عصير الحامض مع معلقه صغيره ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه. غادي نضيف الملحه على حسب الذوق، وعندي هنا البودره ديال البصل غنضيف واحد معلقه صغيره مملوءه. عندي كذلك الجبن احمر اللي حكيته حتى هو ضفتو لهاد الوصفه هادي. وغادي نحتاج سكينجبير معلقه صغيره، وغنضيف هنا تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون مملوءه من لا شابلور باش كيتماسك ليا هذا الخليط هذا وكيتشرب ليا كاع دوك السوائل اللي كيكونوا في الخضره. غادي نخلطوا هادشي مزيان حتى كيتجانسوا هاد المكونات مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نشكلوهم على شكل اقراص، او لا تقدروا كذلك يعني تسرحوا هذا الخليط هذا في واحد البلاستيك وتقطعوه لمربعات صغار، او لا تقدروا تشكلوه هكا لوليداتكم باشكال هكا ديال الوليدات الصغار. المهم نتوما على حسب اللي بغيتوا وعلى حسب اللي متوفر عندكم. غادي ندخلوهم دابا المجمد او الثلاجه حتى كيقبضوا راسهم واحد شويه. عاد من بعد هنا غادي نكملوا تتمه ديال التحضير ديالهم. هنا كما شفتوا معايا عندي واحد البيضه اللي ضفت ليها شويه ديال الصلصه ديال الصوجا وغادي نحركها بهذه الطريقه. غنحتاج كذلك الدقيق الابيض والكورن فليكس. فاش غادي ندوز هاد لي نوغيت هادو كما كتلاحظوا معايا، اول حاجه كندوزهم في الدقيق، من بعد في البيض، عاد من بعد كندوزوهم في الكورن فليكس اللي هرمشتو واحد شويه باش ما يبقاش هكاك غليظ. وبهذه الطريقه تنكمل لي نوغيت ديالي كاملين. حاولوا يعني اليد اللي كتخدموا بها الدقيق ماشي اللي تخدموا بها البيض باش هكا ما تجلخوش لكم هذوك لي نوغيت، كيبقاو هكا محافظين على الشكل ديالهم زويون وكيجيو رقيقين ومقادين في المنظر ديالهم. هاد لي نوغيت تيجيو لذاذ بزاف وكيجيو صحيين كما شفتوا معايا بهذيك الخضره اللي كنضيفوا ليهم. وتقدروا كذلك تقليوهم اولا تدخلوهم الفران حتى كيتحمروا كيتقرمشوا كيجيو لذاذ بزاف حتى هما. حضروهم لوليداتكم اولا هكا يعني يكونوا مرافقين الاطباق ديالنا، علاش لا. وغادي نمروا الوصفه المواليه. غادي نحضروا رولي ديال الدجاج بالجبن ولا دان فيمي، كتجي شي حاجه زوينه بزاف ولذيذه. غنحتاجوا ليها واحد نص كيلو ديال الكفته ديال الدجاج اللي طحناها اكيد. غادي نضيفوا ليها واحد المعلقه كبيره ديال عصير الحامض مع معلقه صغيره ديال البودره ديال البصل، معلقه صغيره ديال الثومه، الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، وربع معلقه صغيره ديال الابزار. غنضيفوا كذلك واحد المعلقه كبيره تكون مملوءه ديال الخبز المحمص او لا شابلور، اولا تقدروا تعوضوها الا ما توفرتش عندكم بالدقيق الابيض. وغادي نخلطوا هاد العناصر جيدا. من بعد هنا غادي نحتاج واحد البلاستيك غذائي اللي غادي نوضعوه على سطح العمل. غادي نوضعوا الكفته ديالنا فوق منه، وبطبيعه الحال غندهنوا ايدينا بشويه ديال الزيت وغادي نسرحوها مزيان. حاولوا تسرحوها بشكل اللي هو مستطيل، وكذلك ما ترقوهاش بزاف، يعني خليوها في سمك اللي هو متوسط. غادي نوضعوا هاد الشرائح ديال الجبن اللي عندنا. بالنسبه لي استعملت انا جبن ديال غودا، تقدروا تستعملوا اي جبن اللي متوفر عندكم.
وكذلك غادي نوضع هاد الشرائح ديال الديك المدخن، استعملته انا هنا بالابزار. فهادو كيبقاو اختياريين، يعني تقدروا اي نوع ديال لادان دو فيمي اولا ديال الجبن كتبغيوه تضيفوه لهذا الرولي هذا. غادي نحاول انني نجمعو بهذه الطريقه هذه، يعني بحال كنحضروا الكاشير، تنلويه مزيان وتنعقدوه من الجناب، وغادي تدخلوه المجمد حتى كيقبض راسو مزيان. من بعد كتخرجوه وكتقطعوه بالسكين. من الاحسن يكون ماضي باش ما كيتخسرش لكم الشكل ديالو، وحتى الا خسر لكم الشكل ديالو من الجوانب فراه كتقادوه بكل سهوله. يعني ماشي مشكل، راه نتوما كتحكموا فيه فيما بعد. صافي وتنقطعوه بهذه الطريقه هذه. كذلك السمك ديالو ما ترقوش، يعني في كل دائره ما ترقوش بزاف، حاولوا تخليوه هكا شويه في السمك اللي هو متوسط. هنا عطاتني 12 قطعه من هذا الملفوف اولا من هذا الكوردون بلو. صافي من بعد هنا تناخذوا دوك الجوانب تندوزوهم في لا شابلور. عندي هنا شابلور عاديه ما ضفت لها حتى شي اضافه. تقدروا نتوما الا متوفر عندكم هكا زنجلان اسود اولا زنجلان ابيض اولا اي حاجه تقدروا انكم دوزوا فيها هاد القطع ديالكم وتتوضعوهم في هاد لي باكيت هادو. كذلك حتى هما تيجيو مقليين اولا في الفران. غادي نمروا هنا باش نحضروا مربعات ديال الكفته ديال الدجاج بالجبن، تيجيو حتى هما زوينين بزاف. غنحتاجوا ليهم واحد 350 غرام ديال الكفته، غنضيفوا ليها معلقه ديال العصير ديال الحامض، معلقه صغيره ديال الهريسه، 4 معالق صغيره ديال الابزار، والملح اللي كيبقى على حسب الذوق. غادي نضيف هنا معلقه صغيره ديال الثومه تكون محكوكه، وعندي هنا معلقه صغيره ديال البودره ديال البصل، وكذلك غادي نضيف معلقه صغيره من العطريه ديال الحوت، كتعطيهم واحد البنه زوينه بزاف. وغادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. من بعد كذلك غادي ناخذ واحد الصينيه اللي غادي نلبس ليها البلاستيك غذائي، وكما شفتوا معايا هنا قسمت الخليط اولا الكفته قسمتها على نصفين ليكونوا متساويين بطبيعه الحال. غادي نشدوها بحال هكا ونوضعوها في فوق هذاك البلاستيك ونشكلوها على شكل مربع، وغادي نوضع فوق منها شرائح ديال الجبن. انا استعملت نفس الجبن اللي استعملت في الوصفه اللي من قبل. وغادي نضيف هاد الشرائح ديال لادان فومي بالمذاق ديال بالبابريكا. ومن بعد غادي نضيف فوق منهم القطعه الثانيه اولا الجزء الثاني من الكفته. صافي غادي نلويو عليه هكا هاد الفيلم اليمونتير وغادي ندخلوها للثلاجه حتى كتقبض راسها مزيان. من بعد غادي نقسموها على 4. تقدروا تقسموها على الحجم اللي بغيتو نتوما، تقدروا تقطعوا على شكل مستطيلات. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا من الداخل. من بعد كندوزوهم في لا شابلور. بالنسبه لا شابلور انا ضفت ليها واحد شويه ديال البودره ديال الثوم وشويه ديال التحميره باش كنغيروا هكا في المذاقات. وكما كتشوفوا معايا كندوز فقط لا شابلور غير من الوجه ديال المربع ديال الكفته، ما كندوزوهاش من الجوانب باش كتبقى محافظه لنا على هذاك المنظر هكا من الداخل. وكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم، تنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. اكيد غير حضروهم في البيوت ديالكم غادي يعجبوكم. وصراحه كما شفتوا معايا راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فقط غير المنظر اللي كيخلعنا، اما راه صراحه الطريقه ديال التحضير ديالهم سهله بزاف. وكما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخلوا لي لايكاتكم وتعليقكم المحفزه باش ان شاء الله نزيد نعطيكم وصفات اللي هي في المتناول، وصفات اللي زوينه بزاف. ونخليكم بحول الله وقوته مع فيديو جديد ان شاء الله.